السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم فروج معمر بالشعريه بالطريقه ديالي انا. طبيعه الحال كل واحد كيفاش كيصايبو، كيفاش كيفنن فيه. انا غنوريكم الطريقه ديالي. يلا نبداو على بركه الله. البنات هنايا طحنت المعدنوس مع شويه ديال الحامض ومليحه وشويه ديال الماء. غادي نضيفو عليه واحد الضويمه ديال الزعفران، شويه ديال فلفل اسود، شويه ديال سكينجبير، الزنجبيل، معلقه صغيره ديال الكركم، طبيعه الحال نص معلقه صغيره ديال البزار وسكينجبير، واحد شويه ديال السمن، ندير واحد شويه ديال الزيت ماشي بزاف. عندي هنايا واحد تقريبا معلقه صغيره ديال الهريسه كتبقى اختياريه. هيا كنزيد عصيره ديال الحامض. انا ما عنديش حامض مصير، اللي عنده حامض مصير راه كيزيدو. شويه ديال الملح، وهنايا غادي نحركو كلشي. وغادي نجيبو الفروج ديالنا نشربلو مزيان. بنات سمحوا لي نسيت ما حطيتش الثومه، حتى هي زيدوها ما تساوهاش. الثومه طبعا هي الاساسيه في الدجاج. هنا بعد ما شرملنا الدجاج ديالنا مزيان البنات، انا كنتقب واحد شويه من هنا ومن هنا هكا باش كتخليه الترموله، وغادي نخليه ليله كامله حتى الغدا. عاد غادي نطيبو معكم وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش. وهنا البنات بعد ما تنقع الدجاج ديالنا ليله كامله غادي ندوزو للحشوه. الحشوه البنات انا هنا عندي الشعريه ديال السفه، هذه كتبقى اختياريه، بغيتو الشعريه الصينيه ديروها، بغيتو الرز ديروه، داكشي كيبقى اختياري. بطبيعه الحال هنايا راني سلقتها واحد شويه، ماشي حتى طابت، غير شويه. غنزيدو عليها الكبادي ديالنا هنايا شويه سلقناهم هانتوما وقطعناهم على هذا الشكل، كبادي ديال الدجاج، شويه ديال الزيتون مقطع، شويه ديال التشرميله ديال الدجاج اللي رقدت فيها الدجاج. صافي وغنحرك كلشي. الملح البنات ما تضيفوش الملح لانه التشرميله فيها الملح والزيتون راه مالح، ما يحتاجش تزيدوا الملح. حنا كنجيبوا الدجاجه ديالنا غادي نبداو نعمروها. بسم الله. هنايا البنات بعد ما عمرتها غادي نسدها. نتوما اختياري، بغيتو تخيطوها بالخيط، بغيتو ديروا ليها غير هاد العويدات هادو الكيردو. غادي نسدها ونعاود نرجع معكم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما سديتها كنجي هنايا الفخذ ديالها باش نجمعهم بحال هكايا. كندير واحد الكيردو بحال هكا. جبنا كسكاس ديالنا غادي نديرو فيه الدجاجه طبعا على الفخذ.
وغنغطيوها بالورق ديال المطبخ وبالالومنيوم. هنا البنات غادي نشوفوا الفروج ديالنا واش طاب. الا بغينا نعرفوه واش طاب كنتكوه بالسكين اولا شي بره ولا شي حاجه. هانتوما راه باقي شويه، الا تبعكم الماء راه مازال شويه خصو، الا تكيتو وما طلع لا ما لا والو صافي راه طاب. هنا البنات بعد ما صفيته من عريت عليه داك الورق، دهنت ليه الوجه ديالو بشويه ديال السمن وشويه ديال الزعفران، دهنت ليه الوجه ودخلته للفران. دابا غادي بعد ما تحمر غادي نقلبوا على الوجه الاخر. دابا غادي ندخلو يتحمر على هذا الوجه هذا وغادي نرجعوا للشكل النهائي. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديالنا ديال الفروج رافقته بهذه السلطه هذه. وهنايا وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم الصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوناش بلي لايك. مع السلامه.